خسر كل حاجه عشان مواقف. لكن هو انا كنت وما زلت بعارض مين؟ انا بعارض الغلط، بعارض المواقف، مش بعارض الاشخاص. يعني بعارض نظام في اخطاء محدده، وليس ان انا مثلا بعارض دولة ولا وطن، لان اللي بعارض وطن ده راجل خاين. واحد بيقول لحضرتك مين؟ اكتب يا ابني ياسر العمدة في جوجل وعندك 700 صفحة هتطلع لك. حلو، بلاش انا عشان ما تضيعش وقت. الحمد لله يعني. روح ابحث مع نفسك كده، اذا كنت انت عندك مش هنا يعني فبراحتك. تمام؟ طيب، وبالتالي المبدأ اللي احنا بنتكلم بيه ان انا بعارض مواقف وليس اشخاص، بعارض نظام وليس وطن. النهارده في ناس المطلوب ان انا بتخش، انا من اول ما بدأت الحكايه تبان والفجر يشتغل وتنفيذ الخطه الاخيره رحت واخد موقف. ستوب، حاسب. في هنا اركن لي بقى العك، اركن لي كده النسا، اركن لي الخلافات السياسيه على جنب. احنا بنتكلم على وطن وعلى قضيه امه بالكامل، ليها كلام غير الكلام الداخلي. في عندي مشاكل، كل بلادنا فيها مشاكل، ومفيش حد من حكام مصر على الاطلاق ولا حكومات مصر ولا نظم مصر كان حلو وملاك جاي من السماء. مفيش اصلا بلد اللي هي يعني اللي هي ما فيهاش غلطه. حلو، في كوارث واخطاء وخطايا صحيح، لكن النهارده الموقف ايه؟ الموقف النهارده ان الرؤيه وضحت. تمام؟ طيب، ثوابت كده. المفترض ان انا النهارده اخد اي موقف لما اعرف ان كل واغلب، خلينا نقول اغلب يعني، مع انها كل، اغلب الدول العربيه مش ممانعه موضوع التهجير الا مصر. مصر البلد الوحيده على الاطلاق. شوف انا بقول لك، هتقول لي الاردن بقول لك مصر البلد الوحيده على الاطلاق اللي واقفه قدام مشروع التهجير النهارده، واللي لو وافقت كان الموضوع خلص. ما كناش زماننا بنتكلم، ما كانش في حاجه اسمها غزه اصلا. لو خلص الكلام ده من بدري كانت خلصت. ده واقع، 1+1=2. حلو، هتفترض انت افتراضات من عندك، ده براحتك. يعني انت مشكلتك علشان كده النسا هتبدا تعمل افتراضات مع نفسك براحتك. الواقع ايه النهارده؟ ان مصر معارضه التهجير، وفي ناس بتدفع تريليونات ثمن السلاح اللي بيضربوا اهلنا في غزه. ده الواقع اللي ما ينفعش تغيره. طيب، ترامب لما دخل البيت الابيض وبدا يستدعي رؤساء الدول والمسؤولين في الدول ومن ضمنهم المسؤولين في مصر، المفترض ان حد يروح بقى يجي يتحط زي الحاج الملك عبد الله ويتعمل فيه الجلاشه اللي انتوا شفتوها دي. وكان مطلوب ان مصر تروح، حد يعني السيسي او غيره ايا كان، ويتعامل معانا القصه اللقطه الحلوه دي. ما حصلش. فمصر برضو البلد الوحيده اللي رفضت دعوه ترامب. مواقف انا بعد لك اهو علشان اقول لك انا هنا مع او ضد المواقف مش الاشخاص. بجنب موضوع الشخصنه خالص وبعمل. ما ينفعش اشتغل زي ما بعض الناس فاهمه من منطلقات كده النسا، ان انا لو مصر قبلت التهجير انا ضدها، او النظام ده لو قبل التهجير انا ضده، لو رفض التهجير انا ضده. يا جدعان في ايه؟ لازم تفهم انت واقف فين وانت عايز ايه اصلا. طيب، حفلة الاستريبتيز الاخيرة بتاع الخليج اللي تم حلب العالم العربي فيها ب4-5 تريليون من حيث المبدأ، واللي هيكملوا فيها يعني اخره مش هيبقى اقل من 10 تريليون. حفلة الاستريبتيز دي مصر ما حضرتهاش. فنقول ايه؟ الحمد لله ان مصر ما حضرتش في حفلة العراه دي وحفلة الفضيحة والعار دي، ولا نقول اصل مصر اتهمشت يا خلاصي وحياة امك. ده امبارح بقى، والله اقسم بالله العلي العظيم، اللي ما شافش حلقة امبارح يتفرج عليها. مسخرة، دي مدعرة اللي بيحصل ده ومنا فينا. المفترض ان احنا نبقى فرحانين ان فيه دولة كبيرة في العرب ما حضرتش حفلة الاستريبتيز، ولا نزعل ونقول اتهمشت عشان ما دخلتش وقلعت زيها زي اللي قلعوا. مطلوب نعمل ايه؟ طيب، احتلال ارض سوريا الاخير، مش بقول على الجولان يا جماعه، برضه الاحتلال الجديد جبل الشيخ وما بعده، ارض اكتر من نص الجولان احتلت جديد. لم يصدر حتى الان، حتى هذه اللحظه من الاداره الجديده بتاع الجولاني لم يصدر بيان قوي وتصعيد قوي، على الاقل تصعيد دبلوماسي. مش هقول لك مقاومه شعبيه ونرفع السلاح عشان نحرر ارضنا اللي احتلت جديد، لا، تصعيد سياسي. لم يصدر بيان. صدر من مصر بيان برفض مصر لاحتلال الاراضي السوريه.
في الوقت اللي الاداره السوريه النهارده ما طلعتش ولا بيان بترفض فيه احتلال الارض الجديده. النهارده حضراتكم بيقولوا اصل وعقوبات. عقوبات ايه؟ يهبل يا ابني الاهبل لما تسيب ارضك تدفع ثمن ارض عشان تنزل شويه عقوبات كده كده هتقع. اللي بيروجوا للمسخره والمدعره دي ناس زيها زي الصهاينه بالظبط. هي دي المواقف النهارده اللي انت لازم تقف تفسر هو ايه اللي بيحصل. تقول لي يا جدع انت بتقول ايه؟ ده مصر محاصره غزه. طيب مبدئيا غير ان انا رئيس حزب من 2011، انا كمان وظيفتي الحكوميه كانت في معبر رفح لمده اكتر من سنتين في الشؤون الاداريه تحديدا، ولذلك عارف المنطقه وليا زمايلي وليا ناسي وليا علاقاتي. قسما بعز جلاله الله كل المساعدات اللي دخلت غزه لما كان الجانب الثاني من المعبر مفتوح 90% منها من مصر، مش 70 ومش 60 زي ما انت بتقول او زي ما انت بتقول. ومنين؟ من الناس، من اهل مصر اللي دخلت غزه في الوقت اللي كان كله بيتاجر بالكلام. كانت كل يوم مساعدات بتدخل، وده انا بقول لك شهاده امام الله، مش دفاعا عن احد والله، لكن انا بدافع عن بلدي وسمعتها. طيب هل مصر محاصره غزه؟ مصر يعني اللي قافله دلوقتي ومجوعه غزه؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ وبيقول على اي اساس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. معبر رفح له جهتين، الجهه بتاعتنا معبر رفح المصري، والجهه الثانيه اللي المعبر اللي انا شغال فيه في مساحه صغيره كده ما بين البوابه دي والبوابه الثانيه. البوابه الثانيه مين اللي موجود فيها النهارده؟ مين اللي مانع فيها؟ مصر ولا اسرائيل؟ هتقول لي اسرائيل. اقول لك مصر بالنسبه لها هتدخل وفتح الباب اهو والمساعدات هتخش. مين اللي في الناحيه الثانيه هيدخل المساعدات؟ فاكرين بايدن لما قال لك انا قلت وكلمت عشان مصر عشان المساعدات؟ عارفين انا عايز ايه؟ عايز الباب يتفتح رايح جاي. يعني ايه يتفتح رايح جاي؟ يعني يدخل مساعدات وخد غزويه، دخل مساعدات وهجر. عايز تدخل افتح بقى رايح جاي. ده الكلام ده قبل ما يقفلوها خالص، افتح رايح جاي. بصوا في الكلام ده مش هيعجب ناس كتير اللي هي بتاع قيد النساء، لكن انا امام الله وامام نفسي ثم امام نفسي يعني ما ينفعش اقول اللي انا الحق اللي انا شايفه سواء عجبك ولا ما عجبكش. قسما بعز جلاله الله مصر لم ولن تتورط في تجويع وحصار اهل غزه على مدار حياتها، على مدار